كان كلامنا في الحلقة اللي فاتت عن عجائب الدنيا وتقسيمها لثلاث قوائم: قديمة وجديدة وطبيعية. واتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن عجائب الدنيا القديمة، فلو لسه ما اتفرجتوش عليها ننصحكم وبشدة انكم تشوفوها الأول، عشان النهاردة هنتكلم عن عجائب الدنيا الجديدة واللي أولها سور الصين العظيم. لو كان عندك في يوم من الأيام جنينة مثلا وجنبك جيران متطفلين وانت عاوز تبعدهم عن أرضك، فحل من الحلول انك تبني سور حواليها. لكن آخر السور ده في الطول والارتفاع هيكون قد إيه؟ مثلا 50 أو 60 متر، وارتفاعه بالكتير 4 متر مثلا. لكن إيه رأيك لو شلنا الجنينة وحطينا مكانها دولة؟ بس مش أي دولة، دي الصين. أهو ده اللي الإمبراطور تشين فكر فيه، وعشان كده بنى سور الصين العظيم. اسمحوا لنا أعزائي المشاهدين ننتقل بكم للصين في القرن الثالث قبل الميلاد، وتحديدا في فترة حكم الإمبراطور تشين شي هوانغ، واللي في سنة 221 قبل الميلاد بص لحدود إمبراطوريته عشان يلاقي إنها معرضة لخطر من جيرانها، وتحديدا القبائل البدوية اللي عايشين قريب من حدودها الشمالية جنوب جارتها منغوليا، فيقرر يبني بينهم وبينه سور كبير يمنعهم من الهجوم على أراضيه. فجمع العمال والمهندسين والجنود واداهم أوامر ببناء سور ضخم على حدود الصين الشمالية مع حدود منغوليا الجنوبية، ووصل طول السور ده لحوالي 10,000 لي، واللي دي هي وحدة قياس استخدمها الصينيين وبتعادل حوالي 536 متر. وكان السور العظيم أو السور الطويل زي ما سماه الصينيين عبارة عن مجموعة من الجدران والمباني الترابية اللي ابتدأ بنائها قبل سنة 500 قبل الميلاد، وما اكتملش بناؤه لأول مرة غير في عهد الإمبراطور تشين سنة 221 قبل الميلاد، اللي جه ووصل الجدران والمباني دي ببعض. ومع إن الصين مليانة حرفيا بالمواقع الأثرية، إلا إن أشهر حاجة فيها هي سور الصين العظيم، لأنه مش مجرد مشروع دفاع عسكري قديم ونادر في التاريخ المعماري البشري، لا ده كمان رمز لقوة حضارة الصين. مع إنه لو جيت للحق السور ما منعش الغزاة بشكل فعال زي ما كانوا هم مفكرين، والصين اتحاربت أكتر من مرة بعد بنى السور ده وقدر العدو إنه يدخلها. طيب إيه اللي مخليه يكون واحد من عجائب الدنيا السبعة؟ هقول لك بكل بساطة، لأن ده بناء موجود بشكل جزئي من القرن الخامس قبل الميلاد، واتبنى بشكل كلي سنة 221 قبل الميلاد، ولحد النهاردة مازال محافظ على حوالي 8% منه بحالة كويسة جدا، والباقي ما بين اللي اختفى بالكامل أو اتدمر. وعشان كده فاستحق إنه يكون من عجائب الدنيا بجدارة، لأنه فعلا بيعبر عن عبقرية اللي قدر يبني حاجة بالحجم والضخامة دي رغم الإمكانيات البسيطة وقتها. واعتبرته اليونسكو من ضمن مواقع التراث العالمي سنة 1987.